دەمباش گۆدارین هێژا و دەلال گۆدارین رادیۆ دەنگێ زەلال دەخالەکەک نود ji بەرنامê خۆدی خیر. ئیرۆ divê xeleka nû de ji bernamê me em ê çîrokek din ji çîrokên penaberan ji were pêşkêş bikin. Malbateke Hemsî ku berê xwedane bajarê Dirbêsiyê ji ber sitem û zoriya ku li we hatiye kirin li bajarê wan. كلياتنا 5 أشخاص كنا بجنب الجندلة، يعني قريب شوي على باب الدريب. كنا عايشين بباب الدريب، يعني شو بدي أقول لك، عيشي سيئة. قبل هالأحداث كمان عيشتنا سيئة، قلة الشغل قلة الحركة، ما كان في مجال يعني إنه وين واحد يفتح تمه، لا شغل لا شيء لا مهل. عم أقول لك كانت العالم تعبان لأبعد الحدود. قامت هالثورة والعالم كله انتفضت فرض نفضة، هالشباب قامت هي سمعت هيك انحرقت قلبها، العالم بدها بس نكشف شان تقوم. الشباب كانت لو انها تسمع بسفرة كانت كلها تطلع برات بيوتها، بس بدنا نسافر بدنا نشتغل بدنا نصرف. يعني بقول لك الشباب ما تعطش للشغل كتير عنا بحمص. العالم قامت قيامتها، بدهم تقولي كلمة لحتى يقوموا. قد ما كانوا مذلولين، عم اقول لك كنا مذلولين ذل خيرات الله، بس كان كل العالم ساكت ما حدا يسترجي يحكي. قامت هالثوره وقامت هالعالم كلياتها، صاروا يطلعوا مظاهرات، يصير القصف، يصير الضرب عليه، شباب تموت. راحت شباب خير الله كله ورود وراحت، وشوي شوي تكبر المظاهره تكبر، ما يحسن يسيطروا عليها. نتخبى بيوتنا ما نحسن نطلع. ايام قعدنا بلا اكل بلا شرب، بس ما نحسن نطلع. مرقت علينا جمعه الدبابات عم تمشي تحت بالبيوت، القصف فوق روسنا شغال، برات الغرفه ما نحسن نطلع. شفت سطوح وشبابيك ما نحسن نطلع، نخاف اللي فوق ينزل لتحت فورا، نقول اللي فوق ينزل لتحت، اللي عنده فوق الشقق اللي عنده كلياتنا ننزل لتحت، نقعد فوق بعضنا تحت عند بيت حماية. بعدين بعد هالشيء هذا صارت كبرت القصة، يعني صار شيء كثير. صار بدهم يفوتوا على البيوت، يعني يهاجموا البيوت. صارت مجازر كثير، كرم الزيتون صار مجزرة كثير كبيرة، يذبحوا العالم بالسكاكين. من بكير للمسا صار ضرب كثير. بعدين ما صدقت العالم تهدى الوضع شوي، لحتى قامت ضبت حالها وطلعت انت اكبر قدر مثل الغنم. طلعوا العالم بسياراتهم من ورا، شيء هون شيء هون. عم اقول لك شوف العالم بعيوننا شلون عم تطلع. ما في ساعتين 3 كرم الزيتون كله فضي، وشيء امتد شوي ورا شوي هيك لحتى صار لباب الدريب، لباب السباع، كله الخالدية، لجورة الشياح، هذا كله العالم طلعت من بيوتها. تركنا أغراضنا، تركنا رزقنا، عنا بيوت أحسن بيوت، أحلى مد وأحلى شيء. مثل هلأ ساكنين هيك عيشة، والحمد لله واحد بتحمد ربه على كل شيء، بس هاي ما عيشة كنا نحن عايشينها. هلا بعد قديش من الثورة ومن هالعذاب اللي أكلتوه، بعد قديش قررتوا تطلعوا؟ لحتى طلعنا من باب الدرب، تحملنا كل شيء للسنة، لحتى سمعنا انهم بدهم يهاجموا بيوتنا ويهتكلوا اعراضنا ويقتلوا اولادنا ويذبحونا. هون طلعنا، تحملنا الضرب فوق راسنا وتحملنا القصف. قلنا معلش نموت ببيوتنا ما نطلع براتها، بس وقت نفوتوا على بيوتنا ويشوفوا اولادنا عم تذبح قدامنا، هذا ما بنحسن نتحمله. انهم يعتدوا على اعراضنا كمان ما بنحسن نتحمله. شلون الزلمه بده يشوف مرته عم يعتدى عليها وبده يسكت؟ ما بيحسن. قال احسن شيء انه نطلع من بيوتنا. ضبينا شويه اغراض وطلعنا، تركنا كل شيء، تركنا الادوات الكهربائيه، تركنا مدنا، تركنا اغراضنا. هلا على صوبيا عم نشها ما في عنا. هلا انا بتيجي الشتويه محتاره بامرها بدي اجيب صوبيا، تركت والله عندي صوبيتين تركتها. يعني هلا الواحد عم يفكر باغراضه بتحسر عليها لانه عم نشها على غرض. هلا هون ما في اغراض. طلعنا من جنب الجندل لوين بدنا نلتجئ؟ ما في غير بنت حماية بالدرباسيه، يعني قلنا امان وما في عندها شيء. حملنا حالنا 5 أشخاص واجينا لعندها، هي ما عندها غير غرفتين. كيف تواصلتوا مع بنت حماكي مشان تجوا لهون؟ على التليفون اتصلنا فيها وحكيناها،
كان في تليفون. فتنا لعند قال أهلا وسهلا تعالوا، والله المرة استقبلتنا أحلى استقبال وقدمتنا أحسن شيء، بس الواحد دقيقة. هلا عندها هي 6 أشخاص وهي 7 ونحن 5، وين بدنا نقعد؟ هي عندها جو دراسي، نحن أنا عندي أطفال أولاد، جو الدراسي غير جو الأولاد، أولاد بتقوم يعني واحد ما شو اسمه بيحسن يعني يتحمل. أنا ما عاد أحسن أتحمل أكثر من هيك. تحملتنا المرة وقد نطلع كمان ما خلتنا، إنه قالت نقعدوا، بس قلت لها خلص حاجي. أنا ليش ضليتوا عندها قاعدين؟ ضلينا عندها 7 أشهر. پشتی بویرین کو لباجاری وان قومین بری خودان باجاری دربیسیه با ارمانجا کو تالدا کی جخوا و زارو کی خوره پیدا بکن لی مخابن اف داخواز بجه نهاد جبر فقیریه. طلعنا من عندها استأجرنا بيت، استأجرناه ب5000. كمان بيت بهد لبنوب، بينا 5 أشهر نحن عم ندور على بيت. جوزي ما القدرة انه يدفع آجار، ما معه حتى يدفع آجار بيت. كان من هيك لو انه معه آجار بيت اول ما اجى قال لاخته استأجري لي بيت، بس جوزي ما معه يدفع، مشان هيك سكن عند اخته 7 أشهر. قام اتصل فيه اخوه قال له دبر حالك واطلع، انا ببعث لك آجار البيت. اجى قام دبر حاله وطلع، ما نلاقي كان بيوت رخيصة، كله يعني كانت غالي. ليش هالاسعار الغالية هون ما عم بعرف. إيه والله وشو بيوت كلها انت كبر ادب، بس هوتي بقر عليا وبدهم اسعار غالي. مهم قعدنا ببيت ماشي حاله، غرفة ومنافعة، قعدنا نسترنا فيه، بس كان نوب البيت السقف والحيطان تنقط علينا، يعني كتير تعذبت بهالبيت، لا في دفا لا في مازوت لا في شيء. وكان السنة مرت علينا شتي وبرد ومعيشة صعبة، كانت مصروف إنا كان ما في. وضلينا بهالبيت شيء 7-8 أشهر. كنا ب2012 ضلينا بالبيت شيء 8 أشهر، بعدين لقينا بيت أحسن منه، رطوبة هلكتني، يعني أغراضي كلها صارت عفنت. التقنا على بيت كمان سكنت فيه، كمان بيت فيه فيران، فيه جرابيع وفيه عقارب، العقارب لحالها هلكتني. قام البيت تحملت كل شيء فيه، قلت لأنه البيت يعني رخيص ومنيح، نص يعني منطقة ماشي حالة، ما جاب يعني عالم ما هالزيادة، ماشي الحال. البيت سكننا فيه مدة سنة وشوي لحد ما البيت ما وقع، يعني وقع فوقنا، يعني هربنا من القصر قام وقع البيت اجى البيت وقع فوقنا. وبعدين طلعنا من هالبيت. كيف البيت وقع فوقكم؟ وين كنتوا؟ والله كنا نايمين الساعة 7 الصبح، ما سمعت لك إلا دجة قوية كتير. لما فجأة كانوا أولادي ما نيموا قبل بليلة، كنت منيمتهم قبل بليلة عند بالغرفة اللي وقع فيها البيت. قمت قلت لهم تعوا الدنيا شوب ناموا عندي، نيمتهم عندهم صباح الساعة 7 وقع البيت. وتحملت ربي إنه أولادي ما صار لهم شيء، لأنه في جارنا عم يعمر على كتر ما هد وكتر ما عمر قام وقع البيت. ما تحمل، ما بيت تراب وهو بيت قديم كتير، يعني وقع ما تحمل، وقع البيت من كتر الهد ومن كتر ما خرب من ذاك عم يعمر. والحمد لله انه اولادي ما صار لهم شيء. في اغراض منه راحت، اغراضي عوضها رب العالمين، بس اهم شيء الاولاد، ونحن طلعنا بخير وسلامه. ومين ما شاف ومين ما اجى، والحمد لله على سلامتكم وين، والحمد لله ما صار لكم شيء، يعني بالفعل انه جينا بعجوبه والحمد لله رب العالمين. إذا راح يزتوا لنا اغراضنا بالشارع لو لما قلنا نطولوا بالكم، بس ندبر بيت ما صبروا لنا كم هلا ما حد يعرف حدي. هلا البيت اللي كنتوا ساكنين فيه وقع عليكم، ايه صاحب البيت ما اعطاكم شيء تعويض او شغله مثلا، ما ياخذ منكم مصاري؟ لا نحن مستأجرين، شو بده يعطينا لنا تعويض؟ قلنا له طلعنا من البيت، دورنا على بيت كتير ما لقينا انه يعني بيوت، دورنا كتير حتى لقينا، قالوا دلينا على بيت هون بحارة الغربية، كمان البيت مفتوح السقف فوقه والحيط مايل كتير، يعني جاب زلمة كنا نسكن فيه، يعني تحملنا هالشيء بدنا نسكن فيه. قالوا لنا جاب زلمة بدنا نظبطه، قال له البيت ما راح يزبط، هلا بتقعد لك فيه هالشهرين زمان، بعدين البيت متعرض انه يوقع.
قال له هلا اقعد فيه وضب اغراضك فيه دوب ما تدبر بيت. كمان عم اقول لك فتل الدرباسيه وانه يلاقي بيت ما عاد يلاقي بيت. يعني كثير عانينا حتى لقينا في بيوت بس كلهم بدهم مئات الالوف قاعده وبدهم اجار 10,000 والقاعد لا شغل ولا عمل. منين بدي اجيب هالشيء هذا؟ ما في، لا في شغل لا في مسحوب لا في شيء. جوزي بيشتغل حفار موبيليا، يعني صنعته ممتازة بس ما في هالشغل هون إله. إذا في تصليحات في شيء مثلا غزاني من خرباني أي شيء خربان بروح صار حتى هو ما بيعرف هالشغل بس صار تعلمه صار بس عشان يطالع له لقمة أكله إنه ولهالأطفال. صار يشتغل هيك والله إجاه هيك شوية أشغال كام شغلي وطلع عليهم سواهم. مهم دوب ما دبرنا هالبيت. والله البيت كمان بخوف، حوشه كبير كتير وهيك حوالينا ما يعني ما ارتحنا له بنوب. حتى لو بده يوقع حتى البيت ما له مريح. ما هالشي سكننا فيه. دوب ما لقينا بيت كان تراب وراح يوقع كمان غير قابل للسكن. مع هالشي تحملنا وسكننا فيه. قعدنا شهر زمان دوب ما لقينا هالبيت هذا. لقيناه بأعجوبي لقيناه ب5,000. ولولا ما بنعرف الزلمه بخص لنا اياه الا ما بنلاقي. هلا مرتاحين بهالبيت اللي انتم فيه؟ ما ماشي الحال. بقول لك ماني يعني قومي شوفي حمامي شكله يعني ما بساع شخص واحد يتحمم فيه. لا في آذان لا في حمام لا في شيء. وتواليت تحت الدرج هالقد يعني تواليت بالغصب انت لحتى تفوتي فيه. واحد اذا بده يفوت ما ابدا ما كبير. شو بدي اقول لك ماني مرتاحه بس شو بدي اساوي مجبوره اني اسكن فيه. هلا بعد ما جيتي وسكنتي بالبيت منين جبتي الاغراض؟ والله وقت ما سكنت بذاك البيت من العالم. لولا العالم ما شوي من هون وشوي من هون الا ما عندي شيء. بالخير العالم والله الحصره عم اقول لك هلا بتقرف. شو بدي اساوي؟ ما في استطاعه انه نجيب غرض. ما عندي هلا جرن حمام جاط هيك غسيل واحد. عم يوزعوا اعانات بالبلديه ونحن اللي بعازه الاعانه ما عم يعطونا اياها. قومي شوفي بشو بغسل اولادي الله وكيلك بالطنجره. بغلي غسيله بالطنجره فض بالطنجره. وعالم جناءاتها مسطره فوق بعضها. ليش عالم معتازه ما عم تعطوها وعالم ما أنا معتازه عم تعطوها؟ أجبارك بلند جمال باتن سرکانیه کوبانه حمص و دورنیدن پنابر بونه باجار دربیسیه و بگوتنا وان پنابران کو روشاوان دجوارتر جهر کسی جبر کو مال خواه دهیلن و جه دردکهدن بکوتکی و آرمانجا کو رحی خواه خلاص کن و جبرویه که هیوی نوان دری خستین خیرخوازیه ده بلندن لی او دبیجن کو گازن ما جوان ری خستنان هنه جبر کو کمبونه دخن آلیکاریه کو جوان را تی پیشکش کرن. رحنا اول ما اجينا 3 سنين إننا ساكنين بالدرباسية اخذنا اعاني ما اعطونا غير سفنجتين الحافين ديكلون وجاط فيه منظفات. كل ما صاروا وزعوا خيرات الله على الدرباسية اعانات وما عم كل ما نروح لعنده بقول انتوا اخذتوا ليش هالسنتين هاي 3 سنين ما راح يخلصوا. وبنتي شو اسمه بدي اخذها على دكتور كمان الله وكيلك عيونها عم يوجعوها. ضليت متاخره فيها 7 أشهر لحتى حسنت اخذها. بعت من عندي الحافين ديكلو لحتى حسنت اخذها على الدكتور. قال الدكتور ليش هيك متاخرين فيها كل هالشيء؟ قلنا له ما في استطاعه انه نجيبها. يعني الحمد لله انه حسنت انه دبر شويه اغراض بعت شويه اغراض لحتى بيع. بس هون ما في حدا عم يحس بحدي. منروح على البلديه بنقول لهم هيك القصه ما عم تعطونا ما في اعانات ما في شيء. بيقولوا لنا ما في شيء. مؤسسه شمينتو عم يوزعوا اعانات عم يوزعوا بياخذوا نصها بوزعوا نصها على وين بدكم يعطونا نصها بس كل شهر الا من دور السنه مره لحتى نشوف منها. شوار رز 15 كيلو ما في. 5 لتر زيت امنيني وحده زيت عدس اخذينه. ليش هالسرقه وهالنهب هذا الزايد هون؟ ليش احنا ما لنا ولا فقراء الدرباسي؟ ليش مين اهم فقراء لما اللاجئين؟ لانه هاي ما أنا جاي للفقراء جاي للاجئين لهون. هي عم تجيكم الاعانات بسبب هاللاجئين وانتم عم تاخذوها. هذا كله عم تعملوه حرام ما بصير. ليش احنا ما لنا بعازي؟ نحن ما لنا بعازي. نحن امس العازل هالشيء. هون الفقراء لهم حدا عم يعطيهم وعم يساعدهم بس احنا ما في حدا حوالينا. هلا انتم متواصلين مع حدا مع جيرانكم مع اهل الدرباسيه؟
ما في يعني كام جار، بس الجار شو بده يساعد؟ ما بيساعد حدا. قدن عطى الثاني، بس شو بده يعطي؟ والله ما بعرفون حدا بهالحاره، ما بعرف حدا بنوب، ما كانوا جار او جارين، بس هيك مجرد انه روحه جاي. مرة رحت اجوا لعندي قالوا شو بدك ما بدك، شو بدي اخذ منهم انا اذا ما هني مثلا عرضوا حالهم. انا ماني من هالنوع انه اطفل على العالم، انا ماني متعودة اني مد ايدي لحدي، ولا اقول اعطوني ولا اقول هاتوا ولا اقول جيب. انا لو بدي اكل خبز وبصلي ما مد ايده بشحد من العالم. ما بدك زيت، ما بدك سمنة، ما بدك برغل، ما بدك رز، هذا كله عم وزعه، لو انه كل شهر عم يعطونا هالاعانة وكانت العالم كلها بألف خير. الدين هون ودين، والله عم نتدين ونعيش، يعني واحد إلا ما يحكي ما في منين واحد بده يعيش. عمو انت لما اجيت على درباسية ما اشتغلت ولا مرة؟ ما عم تشتغل؟ ما عم تحاول تشتغل؟ مع الأسف أنا مصلحتي حفر على الخشب، والحفر حفر موبيليا، وهون ما أنا موجودة نهائيا، وما بيطلع بإيدي شغلتين. يعني في معي مرض، أنا عم الديسك، إيه، وأنا معي مرض ديسك ظهري، ما بقدر أشتغل أي شغلة. يعني اشتغلت أسبوع عند واحد بياع جبنة مواد غذائية، ما أقدر أكفي، ظهري صار وجعني باليوم 300 ورقة أعطاني. إيه ما طبعا ما رضيهم، يعني 300 شو بدها تعمل اليوم؟ حق ربطة خبز، لا يعني ما بتساوي شيء 300. إيه ما أقدر تكفي، ولحد الآن بمصلحتي جيت هون ما في شغل. بالنسبة للجمعيات سجلنا هون الجمعية الخيرية الدرباسية، مرة أعطونا سلة تنظيفية، سلة والسلة غذائية، هاي مشي 10 أيام قبل العيد. دول أخذوا سلة من عندنا، أنا كنت أخذ من الهلال الأحمر بقامشلي، حولوني لهون أعطونا سلة وحدة برمضان، يعني الحكي مشي 3 أشهر وناقصة نصها. وكل ما مرون لعندهم بيقولوا الأولوية لأهل كوباني، الأولوية اللاجئين، هلا ما في، وعلى والوعد بعد ما نروح ما بيعطونا. وفي علما في ناس أخذت ويتصلوا فيهم تاخذه، نحن ما يطلع لنا. هلا عمو انت عم تشتغل ولا؟ هلا لا ما في شغل، لا ما في. بيجيني تصليحة كل شهر، بصلح خزانة، بصلح تخت، يعني شو 300 400 ورا 500 كتري، أكثر من هيك ما في. كل شهر بتجيني هيك شغلة. أجار البيت والله مساعدة من الناس، أوقات أخي بعت لي من حمص أجرة البيت، وهيك عايشين. كيف شايف أهل الدرباسية؟ والله ما لأن عم يحكي بإذاعة محلية هون، لا، في ناس كتير كويسين كمعاملة، في ناس كتير كويسين، ويعني معلش ولو بصفوا جبنا ولو بالحكي، يعني إنه شو بتكون نحن جاهزين كذا، لا، من الناحية السكان هون كويسين ومبسوطين ومرتاحين، كأمن مرتاحين، في أمن قبل كل شيء الحمد لله. الأمن متوفر هون، المواد كله متوفر مع إنه غالي، إيه، ومبسوطين هون مرتاحين يعني بهالعيشين. هلا عمو انت قلت لي معك ديسك، إيه؟ عم تستعملش ادويه؟ لا، انا الديسك هلا بدايته، يعني رحت لدكتور قال لي بدك معالجات دواء، ما عندي امكانيه، ايه، وهلا يعني موقف عن العلاج. والله انا كمان يعني معي مرض دوالي، عملت عمليه لاجري مساعده العالم، عملت اول اجر، ثاني اجر بدي اعملها كمان ما عاد يصير لي، يعني هلا الي سنه متاخره عن اجري انه اعمل عمليه، بتوجعني كثير والله، بدي اتحمل، شو بدي اساوي؟ ما في، يعني ظروفي ما في الامكانيه انه اعملها. هلا هالمساعدات اللي اجت مشان تعالجي اجرك من وين كانت؟ والله من رفيق جوزي، يعني هو بخير، سأل هيك عالم بالقامشلة، الله يجزيه الخير والله يعطيه العافية، كان زلمة هو كمان من حمص واجا لاجئ لهون، بس له معارف في القامشلة، شوي من هون وشوي من هون دبر لي، والدكاترة كمان كتير وقفت معي وساعدتني، دكتور مخدر ما أخذ، دكتور عمل لي الإجرية ما كمان ما أخذ مني إجرة إيده، عرفنا لاجئين وقدر حالتنا، والحمد لله رب العالمين تيسرت أول إجر، بس ثاني إجر هلا عم ما تيسر أمره. هر تایرک تداوی ده ودگری هیلی نخوا و هیویا وان پنابران اوه کو روژکی جروجا وگرن باجار خوا و هیلی نکنو جخور آوا بکن دروشکا خوشتر ده. بتمنى يعني هلا انا اول شيء كلاجئ بتمنى ارجع بلدي،
استقر، وبتمنى الخير ويعم الخير على الجميع وتخلص من المرض هذا. بتمنى اني ارجع لبلدي، ما في حد لاجئ الا ما بتمنى يرجع لبلده، وبتمنى شغله وحده بس انه نفكروا باللاجئين اللي هون، يقولوا انه في لاجئين، ما يقولوا في فقراء بس بس. انا ما عم اقول لهم ما يعطوا الفقراء، يعطوا الفقراء، بس اول شيء امنعوا اللاجئين بعدين الفقراء، لانه اللاجئين اولى، لانه ما في حد يساعدهم ولا حد يعينهم ولا حد يقول لهم شبكوا. قديش عمرك خالد؟ 10 سنين. عم تروح على المدرسة؟ ايه، من الصف الثالث. الثاني هلا صرت صف رابع. ايه، صار عندي رفقات كل الصف. بعرف احكي كردي وبحكي مع العالم كردي كيف تعلمت كردي؟ بالمدرسة ومن رفقاتي، ما كنت بلعب. ايه، تعلمت منه كردي. خالد، تعلمت اللغة الكردية، فيك تحكي لنا كردي شوي؟ ايه، از هاتم فيدا والفرخوش واز صالك جمرتشو المدرسة والفرخوش تخوازم فكر محمص. خوهي خوانا علمين زماني كردي. بليز بيتعلمي نعلمي هناك از معلمات او هناك علمات لحالك. بله گهدارین هیجا و دلال گهدارین دنگ زلال ام بوی آوایی دگهیجن داویا برنامه خواه و ام هیویدارن کو اف مالبات آلیکاریا کو جوان ردوه بدست خینن جه خلکی باجار با ارمانجا کو روشاوان بی قداندن تا کو وگرن هیلینا خواه یانو وربوم جه برنامه خودی خیر همرین مل سعید لبندام بن هفتیا بی و چیروککنو کو جناب باجار دربیسیه امیجوار دیار بکن تاوی دمه بمینند که پو خوشیه دم باش. گهدارین هیجا و دلال گهدارین دنگ زلال ام بوی آوائی دگهیجن داویا برنامه خواه و ام هیویدارن کو اف مالبات روشا کو جوان را دوی بدست خینن جه خلک باجار با ارمانجا کو ام روشا وان بقدینن تا کو وگرن هیلینا خوینو وربوم جه برنامه خودی خیر همرین مل سعید لبن دامبن هفتیا بی
و چیرۆگەکن و کوژنا باژارێ دربێسیێ ئەمێ ژوار پێشکەش بکەن تاوێ دەمێ بمێنند کێف و خۆشیێدە و دەم باشوەرە.